ايه ده؟ هو مين اللي بيخبط كده؟ مش عارف. اوعى يا عم، انت مين يا عم؟ انا جاي اخد الدهب والفلوس وهمشي. انا هديك الدهب والفلوس. بس ايه ده يا اسطى؟ انا حسام سام، ابن عمك يا جدع. انت جيت امتى؟ انا من دبي انا. لسه جاي حالا يا عم، واكيد مش خيال اللي قدامك. حيوان داخله تخشها حيوان. قوم قوم قوم، القميص لسه جديد، القميص لسه جديد. والله العظيم الطقم كله اتبهدل عليك. عامل يا ابن عمي؟ الحمد لله. وحشني والله. الله يوريك. تعال. يلا. اقعد. كسرت لي ظهري. تعالى يا مطار. عامل ايه؟ دايما دخلتك دخلة بهايم. كنت فين؟ كنت فين؟ كنت في الامارات. انت عارف انا اخر مره سايبك وقلت لك انا طالع على دول الخليج. ما انا عارف، ما انا حاولت اتصل بيك على الرقم اللي انت سبتهولي. في الست بتاعت دبي دي اللي بتتكلم خليجي، قعدت تكلمني كده وتقول لي الرقم، يعني اللي انا فهمته ان الرقم مش موجود. ما هو كده من الاخر يا غزالي، من الاخر. انا اول ما نزلت كل حاجتي ضاعت، بارقامي، بورقي، بصبوري، بحاجتي. عشت هناك ما لا يرى عين ولا يتوقع عقل. ما هو كلامك ده هو اللي جابك ورا. اكيد. عين وعقلا والكلام ده. ايه غزالي يعني؟ اول مره اعرف ان ليك قريب عايش بره مصر. يا بنتي ده حسام اللي كنت بكلمك عنه، اللي قلت لك مسافر الخليج ومش عارف اوصل له. هو تقريبا مره كلمتني كده بس ما فتحتنيش في الموضوع تاني. شيماء مراتي. هي دي مراته؟ زي القمر ما يستاهلهاش. يا حبيبي انت رحت فين؟ انا معاك يا قلب اخوك. المهم بقى، مم. في عندنا هنا شغاله اسمها جهاد. هي ما بتعملش الاكل والشرب، شيماء اللي بتعمل. فعشان انا عارف يعني انت بتدعم الحوار ده، فشيماء تعمل لك بقى كوبايه قهوه كده ونقعد بقى نتكلم. طب بقول لك ايه؟ إيه؟ طب ما ترزع لنا كوبايه قهوه بتاعتك بتاعت زمان. طب اعمل لك كوبايه قهوه واجي. خلصان. يلا. استنيك هاي. ما تاخرش. نورت والله يا استاذ حسام، وحياة ربنا. ده بنورك يا شيماء والله. بس يعني بلاش القاب. ليه يا استاذ حسام؟ حاضر ماشي. يعني بدون القاب يعني الموضوع هيبقى احسن بكتير. ده عليك كوبايه قهوه تجنن. انت هتقولي ليه؟ بقول لك ايه، هنخليه كمان يطبخ لنا، ده شيف. على فكره بعيد عن ان هو ابن عمي، احنا اصحاب قوي من زمان. ايه ده بجد؟ اه طبعا. بس كنت عايز اسالك سؤال. اتفضل. طبعا. متجوزه انت وغزاله بقالكوا قد ايه؟ بقالنا سنه متجوزين. سنه؟ يعني واخدين بعض عن حب ولا؟ ايوه طبعا، احنا كنا نعرف بعض قبل ما نتجوز، كان زميلي في الجامعه. بس غريبه، هو عمره ما حكى لي عنك ولا جاب لي سيرتك ولا مره من المرات، ولا ذكر اسمك حتى قدامي بالصدفه. ده هو كان دايما بيتكلم عن بنات تاني كتير، لان اصلا غزالي من زمان صياد بنات. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا استاذ حسام؟ لا قلنا استاذ حسام ايه بقى، شلنا الالقاب خلاص. غريب، ومع اننا فضلنا نعرف بعض فتره كبيره، وبعدها جه قعد مع بابا وخطبني واتجوزنا زي ما انت شايف. وبعدين انتوا بتقولوا ان انتوا كنتوا قريبين، المفروض كان يحكي لك عني. غزالي عمره ما حكى لي عنك ولا جاب لي سيره عنك. كان دايما بيحكي لي عن البنات التانية، بس عمره ما جاب لي سيره بنت اسمها شيماء. احلى قهوه من بتاعه زمان، بس بصراحه مش عارف الوش راح فين. يا شيماء مالك؟ في يا حسام؟ مفيش حاجه يا عم، هات القهوه. خد. خد بقى الطبق. مش هتقعد بقى. طيب. في يا شيماء مالك؟ لا مؤاخذة حس جاي لك تاني. طبعا ده بيتك ها؟ دقيقة. شيماء. نعم. هو في ايه؟ انت قلب وشك ليه كده؟ حسام زعلك؟ في ايه؟ عامل نفسك مش عارف، وبعدين خد هنا، انت ما حكيتش علينا ليه لابن عمك، ولا قلت له انك تعرف واحده اسمها شيماء. فالح بس تحكي له عن البنات اللي انت تعرفها ونزواتك. لا، وابن عمك فرحان قوي بيقول لي اصله كان صياد. صياد ايه يا اخويا؟ انا مش فاهمه حاجه. صياد ايه وهبل ايه؟ وحسام اصلا ليه بيقول لي الكلام زي ده؟ انا ليا كلام معاه بعدين. وبعدين ممكن اكون كنت كده زمان، بس انا يعني من يوم ما عرفتك وانا اتغيرت. انت عارفه يعني، انت عارفه ان انا بحبك، فانسي يعني الكلام ده.
يعني انت بتحبني ومش بتبص للبنات دلوقتي ولا لأي حد؟ ماشي انا مصدقاك، بس انا في حاجة مضايقاني. هو انت ليه برضو ما حكيتش علينا لحسام؟ قولي برضو، تلاقيك كنت بتلعب بديلك ولا حاجة يا غزالي، صح؟ اصل انا عارفاك ساعات كده بتمسك التليفون وتبقى سرحان. انا بعد كده هدور وراك، ولو قفشتك مش هحلك. هو انا ما حكيتش عشان خاطر يعني ما كنتش عايز انه حد يعرف بعلاقتنا، يعني كنت بحافظ عليها. بس انا مش فاهم برضه هو ليه قال لك الكلام ده. يمكن انا كنت صح لما كنتش بحكي.